مساء الخير إخواني أخواتي. أنا هاد النهار جيت نهضر على الجريمة اللي هزت مدينة الدار البيضاء مؤخرا، بالضبط اللي وقعت في 8 فبراير. هاد الجريمة هادي ديال اختطاف وتعذيب ثم القتل، هاد النوع من الجرائم ما يعرف بالجرائم المنظمة. هذا النوع من الجرائم أخطر ما يهدد البلاد والعباد، وهو هذا النوع من الجرائم بين قوسين. هاد الجريمة هادي كتحاكي بشكل كبير الجريمة اللي وقعت في مقهى لاكريم، أو ما يسمى بمقهى لاكريم، واللي وقعت بالضبط في مراكش. هاد السيد اللي تفقد ويسمى قيد حياته رضا فرس، هو مغربي يحمل الجنسية الفرنسية بحكم أنه عايش في المهجر، كان عايش في المهجر وجا للمغرب، دخل البلاد باش يستثمر فلوسو في 2016. مهم ومن تما هو جاي حتى تلاقى ما يعرف أو مسمات بريم فكري. ما علينا، لب الموضوع ماشي الزواج ديالو، بقدر ما هو العملية الخطيرة اللي تعرض لها هاد السيد. هاد النوع من الجرائم الإخوان يهدد البلاد والعباد. هاد النوع من الجرائم الإخوان نقدو نحطوه في نوعية من أنواع الإرهاب. راه اسمه هو الإرهاب نفسيا، اسمه هو الإرهاب. راه هو من الإرهاب، ملي رجعتي اللغة العربية الفصحى، راه هو بنادم ملي كتخلعو كيقول له أرهبتني، وهي غادية الألفاظ راه غير لفظ. هاد النوع هذا السيد داخل في أمان الله، غادي يدلارو، مشي تابعينو، تبعوه 3 صحاح داوه. ويقال أن هادوك الأشخاص اللي اختطفوه، قال شي وحدين جايين من أوروبا حسب القول ديال الوالد ديالو. الجثة مازال ما تلقاتش. السلطات الأمنية صراحة قامت بالواجب ديالها، قامت وناضت بواحد السرعة كبيرة، وحطت يدها على رأس الأفعى اللي هو الملقب بتوربو. هذا التوربو المسمى سميتو رضا أبا كريم، رضا أبا كريم. هذا التوربو هذا معروف، يعني عنده واحد السيرة إجرامية بطبيعة الحال في أوروبا. هنا في المغرب ما عرفناش اسمو كيدير. السلطات هي اللي راها قايمة بالواجب ديالها. حنا كنقولوا لكم داكشي اللي كيوصلنا من الأخبار. في 2007 هو هاد التوربو اختطف وعذب وقتل الذراع الأيمن ديالو، والمسمى قيد حياته إذا ما غلطش إبراهيم الحجاجي. السلطات الفرنسية من قربت توصل له، هاد التوربو هرب. فين هرب للإمارات، واستقر تما واحد المدة، ويدي من حس راسو بخطر دخل المغرب، دخل بجواز سفر مزور. اعتقلته السلطات في مطار محمد الخامس في ابريل الماضي. تحكم بالبراءة، يعني اسمو هي القضية اللي تحكم عليها بالبراءة ما عرفتش، وإني بقى متابع استئنافيا وما كانش كيحضر. أنا اللي جيت نهضر عليه وهو هاد النوع من الجرائم اللي ولات كتعرفوا البلاد مؤخرا. راه أخطر الإخوان ما كاين في الجرائم وهو هاد الجرائم المنظمة. الجرائم المنظمة عرفتها الإيطالي، عرفتها الطليان في ايامات السبعينات، فهمتيني، أواخر الستينات والسبعينات حتى أوائل الثمانينات. وكتعرفها الأمريكا اللاتينية، يعني الجنوب الأمريكي حاليا، أمريكا اللاتينية والدول، يعني الدول الجنوب يعني في أمريكا اللاتينية كيعيشوا الويلات
من جراء هذه العمليات الإجرامية مع العصابات اللي كاينه عندهم في البلاد، عصابات تتاجر في المخدرات، تتاجر في أي شيء، ولات موازاة مع الدولة، ولا الدولة داخل الدولة. وهذا هو الخطأ اللي ولا كيهدد البلدان، وهو هذه العصابات الإجرامية. الحمد لله أن السلطات الأمنية في المغرب معروفة بالكفاءة ديالها، معروفة باليقظة ديالها. وكنطلب من المشرع، يعني المشرع المغربي، يزيد يخرج قوانين صارمة لحد عقوبة الإعدام، ويجب أن تطبق في مثل هاد الناس هادو اللي كيرهبوا البلاد وكيزعزعوا أمن البلاد والعباد. والله يحفظ بلادنا ويحفظ لنا ملكنا، ويحفظ أي واحد كيساهم من قريب ولا من البعيد في أمن هاد البلاد وفي الرقي ديالها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.